الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله. كلتي الفتة ولا لسه يا ام احمد؟ كل سنه وانت طيبه يا ام احمد. لو لسه ما كلتيش الفتة تعالي يلا عشان تعمليها زي. انا عايز اقول لك الفتة دي ما فيهاش اي افتكاسه اصلا، عشان خاطر دي اصلا بتاع جدودنا من قديم الزمن. بس كل الحكايه ان انت الخامات اللي انت بتشتغلي بيها هي اللي بتخلي الطعم يعني يختلف. يعني كل طعم يختلف عن النوع التاني. السمنه اللي بتشتغلي بيها، نوع اللحمه اللي انت بتعمليه، فاهماني يا ام احمد؟ نوع التسويه بتسويها كويس ولا لا؟ بص اللهم بارك، اللحمه هنا مهريه ودايبه دوب ازاي. طبعا انت كنت شايفه الفيديو من اوله كان ماشي ازاي. حطي لايك يا اختي، حطي لايك يا اختي كده والنبي، عشان ايه تدعمينا كده بلايك. اللايك بتاعك كده ينورنا كده في الصفحه. نورتيني اولا، انت دخلتي الصفحه كده نورتيني وشرفتيني. ايه رايكم بقى في اللحمه؟ شايفين دايبه دوب ازاي؟ دايبه زي ما انا دايبه فيكي كده، والله بحبك في الله يا اختي. ايه رايكم؟ عايزه اقول لك الفته ما فيهاش اي افتكاسه. كل الموضوع ما فيه بالخطوات اللي انتوا شايفينها دي، بس الفرق كله بيختلف على نوع السمنه اللي انت بتشتغلي بيها لما بتيجي تشوحي اللهم صل على النبي، لما تيجي تشوحي اللحمه او نوع اللحمه نفسها عشان تاخدي حته شوربه حلوه. الجزار اللي انت بتتعاملي معاه فاهميني الكلام ده. ولما تيجي تعملي الرز بتعمليه بسمنه بلدي برضو، مش بيتعمل بالزيت. فكل دوت بيختلف وبيديها طعم تاني يا ام احمد. خليكي شاطره يا ام احمد كده، عشان ابو احمد بقى ايه يقولك ام احمد مفيش زيها اتنين. بصي هنا يا ام احمد، بعد ما سلقنا اللحمه حمرناها عشان تبقى بصي كده تدخل القلب كده. ايه رايك؟ اتفضلوا معايا والله يا جماعه، مفيش حاجه تغلى عليكم. كل سنه وانتم طيبين. السعد عليكم يا رب كده وعلى امه محمد اجمعين. هنا بقى كنا بنلعب بقى شويه يا ام احمد بقى، يعني نعمل حبه كده للشغل. ايه رايكم؟ الاهم من الشغل تظبيط الشغل. ايه رايكم؟ كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي. متنسونيش بقى بلايك يا اخواتي كده، وكومنت حلو زيكم كده، عشان الكومنتات بتاعتكم دي اللي بتفرحني والله. يلا اشوفكم على خير يا ام احمد، وقولي لي بقى اكلت اللحمه ولا لا. مع الف سلامه.